عليكم ورحمة الله وبركاته للسادة الهواة المتابعين الأفاضل. النهارده هنتكلم على التيست الأخير في العلبة بتاعة API ريف ماستر تيست كيت، وهو الكالسيوم. الكالسيوم العنصر المهم جدًا يعني ويعني أساسي لكل الحياة، مش بس في الحوض بتاعك أو في مناطق الشعب المرجانية، حتى إحنا كبني آدمين بنحتاجه. الكالسيوم ده اللي من غيره العضم بتاعك مش هينمو ويكبر من وأنت صغير. الكالسيوم ده اللي من غيره العضلات، وخاصةً زي عضلة القلب، مش هتفضل تنبض وتتحرك من غيره. بالتالي الكالسيوم عنصر مهم جدًا لكل الكائنات الحية، وده واحد من أهم العناصر اللي إحنا بنتابعها في الأحواض، وخاصةً أحواض الريف، وخاصةً أحواض الريف اللي فيها كائنات لا فقارية، واللي فيها الشعب المرجانية الصلبة. نتكلم على الكالسيوم في أحواض الريف، فهو واحد من العناصر المهمة جدًا، اللي هو بيتحد مع الKH وبيعمل لك حاجة اسمها كربونات الكالسيوم، اللي هي بتكوّن الجسم الصلب بتاع الشعب الصلبة في الحوض. وفي نفس الوقت هو برضه اللي بيكوّن الأجسام الصلبة بتاعة الكائنات القشرية زي اللافقاريات الشريمب والجمبري والحاجات دي. هو عنصر الأساسي اللي بيكوّن القشرة الصلبة بتاعة أجسام الكائنات دي. نسبة احتياج الكالسيوم أو التركيز بتاع الكالسيوم في الأحواض بيختلف في بعض الأحيان من الأحواض لأماكن لكائنات، ولكن خلّينا متفقين إن الكالسيوم لو زاد أوي أو اختفى خالص، هتبقى كارثة لبعض الكائنات أو معظم الكائنات عندك في الحوض بتاعك. لمّا نيجي نبُص ونشوف التركيز بتاع الكالسيوم في معظم الأماكن الطبيعية اللي بييجي منها الشعب المرجانية والكائنات في البيئة الطبيعية بتاعتها، هنلاقي إن القياس في الغالب بيبقى 410 جزء في المليون من الكالسيوم. طبعًا لمّا نيجي نتكلم على الحوض وإن إحنا بنعمل محاكاة للبيئة الطبيعية في خاصةً لأحواض الشعب المرجانية وكده، في ناس بتاخد الكالسيوم من أول ال400 دي لحد ال500. طبعًا هو بيختلف من حوض للتاني، ولكن الاختلاف ده مش بس اعتمادًا على الكالسيوم. أنت الكالسيوم مرتبط بعنصرين تانيين اللي هُم الKH والمغنيسيوم، ودول اللي بيلعبوا يعني دور كبير جدًا في الstability أو اللي هو يعني استقرار نسب الكالسيوم في الحوض بتاعك، وفي نفس الوقت الامتصاص واستخدامه للكائنات الحية اللي عندك في الحوض. في حوض ممكن يبقى نسبة الكالسيوم فيها مضبوطة وما بتقلش خالص، ليه؟ بسبب إن في عنصر من العنصرين التانيين الKH أو المغنيسيوم فيه مشاكل. فبالتالي أنت مش دايمًا زي ما إحنا عارفين في أحواض المارين وفي أحواض الريف، مش بتتابع عنصر واحد، أنت بتتابع العناصر حسب الكائنات الحية الموجودة عشان خاطر تضبط النسب بتاعتها، وبتحاول بنسبةٍ ما إنك تقارب للبيئة البحرية أو البيئة الطبيعية اللي جاي منها الكائن الحي. طبعًا لمّا إحنا بنتكلم على ال3 عناصر دول، برضه لازم أقول لك إن الKH والكالسيوم مثلًا هُم شبه يعني متضادين مع بعض. واحد لو أنت جيت تعلّي واحد تلاقيه بيأثّر بالناحية السلبية على التاني بيقل. فيعني هو لعبة فنية كده بسيطة على حسب الحوض بتاعك واستهلاكه، أنت بتبدأ تضبّط نسب الاتنين بحيث إن هي تبقى بيئة مناسبة للكائنات الحية زي ما إحنا بنقول. الموضوع مختلف شوية لمّا بنيجي نتكلم عن المغنيسيوم، لإن بعض الsupplements أو الإضافات اللي بنضيفها للأحواض بتاعتنا للكالسيوم بترفع المغنيسيوم معاه، لإن هي بيبقى فيها مغنيسيوم أصلًا. فيعني بعض الإضافات مش كلّها، ولكن بتلاقي النسب بتاعة الاتنين بترتفع مع بعض. طبعًا لمّا بنيجي نتكلم على إن ال 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 هاضيف قد إيه كالسيوم، هاضيف قد إيه مغنيسيوم، كل حاجة بتختلف حسب المنتج اللي بتضيفه، وفي نفس الوقت حسب نسب الاستهلاك بتاعة الحوض بتاعك، وهل أنت بتعمل تغييرات كل شوية بتضيف كائنات حية، بتقلل كائنات حية، في حواض بتضيف فيها كميات كبيرة. أنا شاكر للباشمهندس محمود عبد العزيز، الحوض ده في المحل بتاعه، ده حوض الشُعَب المرجانية اللي عنده، لو حد عايز يشتري حاجة يقدر يتواصل معاه على طول، هو موجود على الجروب. الدراسات بتقول إن في حوض المارين أنت المفروض تقيس الكالسيوم مرّة كل أسبوع أو أقصى حاجة مرّة كل أسبوعين، بحيث إن أنت تبقى متابع النسب اللي عندك في الأحواض. يالّا بينا ندخل على التيست ونشوف التيست هيتعمل إزاي بالتيست بتاع شركة API. العينة طبعًا ثابتة اللي إحنا بنستخدمها أو اللي بنقيس عليها في كل التيستات بتاعة API هي 5 مللي من مَيّة الحوض، وبنستخدم الأمبول بتاع القياس بتاع شركة API. ولو ما عندناش الأمبول، لو بصيتوا على الحاجات اللي هي على إيدي الشمال هتلاقي عندك في مقياس وفي كام أمبولات بتتباع، الحاجات دي متاحة عندي لو حد حابب يشتري منها. ضفنا ال5 مللي وهنمشي زي ما كُتيب التعليمات بيقول. إزاي تستخدم التيست، فهنمشي زي ما هو بيقول إزاي تستخدم التيست. أول خطوة قال لك تجيب 5 مللي من المَيّة بتاعة الحوض، تملى ال5 مللي دول لحد العلامة اللي موجودة في أمبول الاختبار بتاع شركة API.
بعد كده هنمسك هما في 2 سائل كيميائي للتيست بتاع الكالسيوم أو اختبار الكالسيوم. هناخد الإزازة رقم 1 أو التيست سوليوشن رقم 1، وهنرج الإزازة برضه عشان نتأكد إن كل اللي جواها مخلوط تمام زي الفل. وبعد كده هنمسك الإزازة في وضع رأسي زي كل التستات ما بينصح، وهنضيف فيها زي ما كتيب التعليمات بيقول 10 نقط من التست سوليوشن رقم 1 أو اللي هو المحلول الاختبار رقم 1، 10 نقط على العينة ال5 مللي بتاعتنا. خد بالك الأول كانت المَيّة شفافة، بُص لمّا إحنا ضفنا فيها المحلول الأولاني بقى لون المَيّة عامل إزاي. خلّي بالك لإن إحنا تغيير اللون هو ده اللي هيأثّر على النتيجة أو القياس، أو هيقول لك القياس بتاعك قد إيه بالضبط. في كتيب التعليمات بيقول لك بعد ما بتضيف المحلول الأولاني هتبدأ ترُج الإزازة جامد عشان تخلط السائل ده بالمَيّة لمدة 10 ثواني. زي ما إحنا شُفنا كده لونها بقى مدّي على pink فاتح يعني. بعد كده الكتيب التعليمات بيقول لك إن أنت الخطوة اللي هي رقم 4 إن أنت تبدأ تضيف المحلول رقم 2، بس خلّي بالك بقى هنا في تريكاية. أنت هتضيف نقطة، نقطة من المحلول رقم 2، مهم أوي إنك تتابع عدد النقط اللي بتضيفها، كل نقطة هتضيفها وتيجي قافل الإزازة وتبدأ ترُج. أول ما هتضيف أول نقطة بُص كده معايا، بُص على اللون، شوف اللون هيوصل لإيه، هيبقى إيه، مرّة واحدة كان بينك فاتح أهو. بُص ضِفنا نقطة، هنقفل تاني الغطا، ادّي رَجّة، شايف اللون بقى بينك، ده التفاعل الكيميائي. المفروض هنفضل نضيف النقط لحد أمّا اللون يبقى أزرق زي نفس درجة اللون اللي موجودة في كتاب التعليمات اللي موجود مع التيست. end point color اللي هو أزرق، أزرق، هتلاقي فيه كده لون استرشادي موجود في كتيب التعليمات. نقطة وتبدأ ترُج عشان تتأكد إن كلّه اتخلط مع بعضه، وتستنى التفاعل. بُص خُد بالك اللون هيتغيّر تغييرات جذرية وإحنا بنعمل التيست. برضه التيستات خلّي بالك يعني ممتعة، يعني أنت لو بتحب الكيميا وبتحب الحاجات دي هتبقى ممتعة وحاجة لذيذة، وهي في الأول وفي الآخر هواية جميلة يعني مش وحشة. طبعًا باشدِّد إن التيستات والمواد دي كلّها تبقى بعيدة عن أي أطفال في البيت عندك. بُص شايف اللون؟ بدأ يقلب من pink داخل على أحمر شوية، بس لسه. طبعًا إحنا بنعِد النُقط، خلّينا فاكرين إحنا بنعِد النُقط بتاعتنا. هنضيف تاني نقطة، مش رقم 2 يعني، هنضيف نقطة تانية يعني. رُج. اللون بيتغيّر، لسه مش أزرق معانا. لسه. طبعًا يعني لو نسبة الكالسيوم أنت قِستها قريب، فممكن تلاقي نَفْسك أنت بتضيف 3، 4 نُقط، لإن أنت عارف مثلًا إن هو مقارب، أو أنت الطبيعي بتاعك عارف إن هو مقارب لرقم معيّن. لو تلاحظ أنا في الخطوة دي ضِفت 4، 5 نُقط ورا بعض، لإن أنا عارف إن أنا لازم أضيف مثلًا حوالي 15 نقطة على ما هاوصل لإن اللون يبدأ يتغيّر. فبُص هنا بقى أنا يعني بدأت أضيف نقطة، تانية نقطة، بُص اللون بدأ يقرّب شوية ناحية الأزرق. أول ما النقطة بتلمس المَيّة أو العينة الاختبار بتبقى أزرق، بعد كده أهو قلبت أحمر. لسه، لسه شوية، لسه شوية على النتيجة. أنا بس مخلّيك تشوف بعينك تغييرات اللون بتوصل لإيه. بُص النقطة أول ما تلمس الوش، شايف فوق بيزرق إزاي؟ شايف التفاعل؟ بُص كده. هل بقى لمّا نرُج هل هيوصل كلّه هيبقى أزرق كده؟ هوبا! اللون اتغيّر، ولا سحر ولا شعوذة. طبعًا أزرق، أزرق ما فيش كلام يعني، تمام. هنشيل بقى بعد ما إحنا نتأكد اللون تمام وكل حاجة، نشيل التيستات بتاعتنا تاني في العلبة بتاعتها. خلّينا منظمين في الحاجات دي كويس ونبعدها عن إيد الأطفال تاني، باكرر الموضوع. في كتيب التعليمات موجود اللي هو بتاع ريف ماستر تيست كيت بتاع شركة API، هنلاقي في الضهر بتاعه موجود عندك الجدول اللي بيقول لك عدد النقط دي يبقى معناها قراية الكالسيوم بتاعتك قد إيه. طبعًا لو إحنا فاكرين تيست الKH في الفيديو اللي فات كان برضه بيتقاس بنفس الطريقة، فلو بصينا هنلاقي عندك
في قراية منهم للKH وفي قراية منهم للكالسيوم. الجدول اللي هو على إيدك اللي كان اللي أنا حاطط صباعي عليه على إيدي اليمين، بتبُص عدد النقط وتعرف القراية بتاعتك أنت كده وصلت كام. الحمد لله النسبة كانت مضبوطة معايا وكانت 450 تقريبًا. طبعًا القراية والمتابعة هي اللي بتحدد معاك العنصر ده نسبة استهلاكه قد إيه ومحتاج تضيفه والّا لأ، وعندك مشكلة والّا لأ. القول الأخير بس رأيي الشخصي في تيستات API، السعر مناسب جدًا، التيستات دي بتستمر معاك لفترة كبيرة، مناسبة أوي لو أنت هاوي لسه مبتدئ وعايز تتابع القياسات ومش عايز تعقيد كتير، وعايز حاجة يعني سعرها كويس وتستمر معاك لفترة طويلة أوي. قدّام هتبقى محتاج حاجات أفضل ومحتاج قرايات أدق أكتر، هتضطر تغيّر لبقية التيستات اللي إحنا هنعرضها هنا في القناة. أتمنى يكون الفيديو أفادكم. المعلومات هنا كلّها بتقول للهاوي المبتدئ. لو أنت هاوي قديم طبعًا أكيد عندك معلومات أكتر، ولو أنت هاوي مبتدئ محتاج إنّك تعمل research وتدوّر، لإن المارين بحر كبير، معلومات بتتغيّر كل فترة. أنا أحمد قنديل، دي قناة أحواض المالح للمبتدئين. لو أنت هاوي جديد وحابب تفضل متابع معانا، ممكن تعمل اشتراك أو subscribe في القناة، وتقدر تتواصل معايا على الصفحة بتاعة الفيسبوك أحواض المالح للمبتدئين، الأحواض البحرية. أشوفكم تاني قريب إن شاء الله في بقية المجموعة، ولسه في فيديوهات كتيرة